السلام عليكم. كرة القدم هي اللعبة الأكثر شغفا وشعبية في العالم، وتبقى الأهداف هي ملح المباريات كما يقال. لكن بعض اللاعبين لا يكتفون بتسجيل الأهداف، بل ابتكروا أساليبا خاصة في الاحتفال بعد التسجيل تحمل رسائل لا يعرفها الكثيرون. لذلك سنقدم لكم اليوم معاني أشهر 8 احتفالات لنجوم كرة القدم. ليونيل ميسي الأرجنتيني يرفع يديه للسماء دائما بعد كل هدف يسجله. السر وراء ذلك أنه يكرم جدته سيليا التي توفيت قبل أن يصبح لاعبا مشهورا، فجدته لها فضل كبير عليه في ممارسة كرة القدم، فقد ساندته كثيرا في الوقت الذي كان فيه المدربون يرفضونه بسبب صغر حجمه، ولذلك وبدونها لم يكن ميسي ليصبح أحد أعظم اللاعبين في التاريخ. أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا يحتفل دائما برقصة مميزة للغاية، وهي الرقصة التي يقوم بها مطرب الراب الكندي أوبري دريك غراهام في أغنيته هوتلاين بلينج. غاريث بيل الويلزي يحتفل بطريقة مميزة أصبحت علامة تجارية مسجلة باسمه، حيث يرسم قلبا بيديه بعد كل هدف، مرسلا بذلك رسالة لزوجته إيما ريس جونز التي يرتبط بها منذ فترة المراهقة. فابيو بوريني الإيطالي مهاجم ساندرلاند يحتفل دائما بالأهداف التي يسجلها بوضع يده بين أسنانه ومد يده الأخرى والتوجه نحو راية الركنية، وقد فسر احتفاله قائلا: هناك تقليد في إيطاليا عندما يريد شخص شيئا ما بقوة فهو يضع سكينا بين أسنانه كالمحارب الذي لا يستسلم. دانيال ستوريج نجم ليفربول يحتفل دائما بطريقة مثيرة عقب تسجيله للأهداف، حيث يقوم برقصة مميزة أصبحت علامة مسجلة باسمه ويتم وضعها على الكثير من المنتجات، وقد فسر ذلك بأن الأمر كان في البداية مجرد مزحة يقوم بها مع أبناء عمه، لكنه ظل يقوم بنفس الرقصة في الملعب بعد تسجيله الأهداف لتتحول إلى احتفال شهير. لويس سواريز الأوروغواياني دائما ما يقوم بتقبيل رسغه وإصبعيه، ويفعل ذلك موجها رسالة حب لزوجته وطفليه، فيقبل رسغه وكأنه يقبل زوجته بينما يقبل أصابعه وكأنهم أطفاله. بول بوجبا الفرنسي يحتفل بعد تسجيله للأهداف برقصة شهيرة تعرف برقصة داب، وتعود لفرقة هيب هوب أمريكية اسمها ميغوس، وهي الرقصة التي انتشرت بشكل كبير عبر الإنترنت وأصبح يقوم بها العديد من المشاهير والرياضيين. مسعود أوزيل نجم وسط أرسنال والمنتخب الألماني المعروف بملك الأسيست أصبح يحتفل بأهدافه بتشكيل حرف M بأصابع يده ووضع إبهام اليد الأخرى في فمه، وذلك احتفالا بمولد ابنة أخيه ميرا، إذ قال عن ذلك الاحتفال: إنه لابنة أخي ميرا يبدأ اسمها بحرف M وهي أول مولود لأخي، وقد جلبت الكثير من السعادة للأسرة. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن.